ايفنت جديد والنهارده مع منصور شيفروليه وبدايه رحله شيفروليه الكهربائيه في مصر. قدموا عربيتين ويلا نبص عليهم سوا عشان في واحده انا متاكد اننا هنشوفها كتير جدا في الشوارع قريب. نبدا مع الكابتيفا الكهرباء، واللي ما تعرفش اي حاجه عن الكابتيفا البنزين اللي احنا نعرفها لانها اطول اعرض اعلى وكمان قاعده عجلاتها اكبر رغم انها 5 راكب بس مش 7 زي البنزين. انا حقيقي ما اعرفش هم سموها كابتيفا ليه، الاسم بجد هيظلمها لان دي لا شكلا ولا موضوعا ولا حتى بناء ولا جوده تمت ليها بصله. العربيه نازله كمان ب6 الوان كلهم تو تون وحاجه اخر شياكه. مستوى الخامات والتقفيل هنا عالي جدا، سوفت تاتش في كل حته وزجاج امامي دبل مخلي عزل العربيه دي في حته لوحده. شوف معايا كده المساحات الداخليه ممتازه، والكنبه الخلفيه ظهرها كمان تقدر تميله. كرسي السواق كهرباء ب6 وضعيات، والكرسي اللي جنبه مانيوال ب4 وضعيات. الطاره 2 سبوك من اللي بيلخبطوا دول، وقدامك شاشه صغيره 8.8 انش وشاشه وسطيه كبيره 15.6 انش فيها اندرويد اوتو وابل كار بلاي وايرلس، ولكن فيها شويه ديلي كده ملحوظين لما جربناها. العربيه كمان بتيجي بحاجه انا اول مره تقريبا اشوفها في عربيه كهرباء او هايبرد، وهي جنط احتياطي مع عدته كامله وفوقيهم لسه سعه تخزين 532 لتر متوزعين كويس جدا. ونروح لاهم حته في العربيه دي، المدى. البطاريه هنا 60 كيلو وات ساعه متوصله على موتور كهربائي واحد بيدفع العجل الامامي بقوه 201 حصان و310 نيوتن متر، والمدى الرسمي على المقياس الاوروبي 415 كيلو. طبعا مدى صغير جدا يخليها صعب جدا انك تسافر بيها. ونروح للي انا بقى متاكد اننا هنلاقيها في كل شارع قريب جدا، شيفروليه سبارك فئة واحدة 6 ألوان تو تون برضو ب 899 ألف جنيه. العربية دي بجد أروش عربية لشاب أو بنت في الجامعة، أو حتى كعربية تانية للزوجة في البيت للمدارس بقى والدروس والتمرين والنادي والحاجات دي. العربية دي هتبقى سوزوكي سويفت الكهرباء لأي حد عنده مكان يقدر يحط فيه شاحن منزلي في بيته. داخليا بقى الخامات هنا أقل شوية من أختها، بس معوضة ده بشوية تاتشات بقى كربون فايبر كده بلاستيك حوالين الأوكر وبتاع، حركات حقيقي اللي هتعجب الشباب اللي العربية دي اساسا بتستهدفهم. الشاشه الوسطيه هنا اصغر 10 انش، بس شاشه العدادات هي 8.8، وزي اختها الكبيره العاقله جايه برضو بجنط مؤقت كامل بعدته، وفوقهم مساحه 428 لتر. بالمناسبه الشنطه هنا باب عشان تبقى العربيه 5 ابواب وتكمل الصياعه. ووصلنا للمدى. البطارية هنا 42 كيلو وات ساعة متوصلة على موتور كهربائي بيدفع برضو العجل الأمامي، قدرته 100 حصان بوني صغنون كده و180 نيوتن متر، والمدى المعلن 360 كيلو على المقياس الأوروبي. العربيتين كمان جايين بباكج أمان لطيفة وكاميرات 360 وحساسات ركن خلفية، بس لسه طبعا محتاجين تجربة مطولة عشان نحكم على العربية بالكامل. ويلا مستني أراكم في التعليقات، وسلام.